ترجع مثلا بالروايات تمر بشهر رجب الأصب، وإذا برواية تقول أن من زار الحسين في الأول من رجب غفر الله له ذنوبه البتة. زيارة النصف من رجب تسمى الغفيلة لغفلة الناس عن فضل زيارة الحسين في ذلك اليوم. في النصف من شعبان ينادي المنادي أين الشعبانيون. أما في عرفة فيأتي الحديث يقول أن الله تبارك وتعالى ينظر لزوار الحسين يوم عرفة قبل نظرته إلى الحجيج ببيت الله الحرام. وهذا موقف احنا الحمد لله كما تعلمون عندنا علماء من طراز خاص، يعني علماء يتمتعون بورع عالي، أعلى الله مقام الماضين منهم وأطال أعمار الباقين. علماءنا ما عندهم مصلحة أن يصححون خطأ لمصلحة ما. قد تجد أكو غيرنا يحاول أن يناور بالكلام يجر ويروح حتى يصحح فرد موقف من المواقف، وإذا صار الموقف يحشر بجدار ممكن أن يبرر يقول أنه تأول فأخطأ وما الخطأ على المجتهدين بصحيح. مو مليانة كتب المسلمين من هذا القبيل، لكن مراجع الإمامية ما في يوم من الأيام حاولوا أن يصححون أو يتبنون فكر خطأ. ولذلك ينقل عن سيد مهدي التبريزي رحمة الله عليه يقولون عنه لما شاف الرواية عرضت عليه تابع سندها، السند صحيح، سند متواتر، لكن ما يريد يخضعها لقواعدها العقلية، أنه أنا أريد أقتنع حتى أتبنى فكرة معينة أشوفها يقول أنا ما صارت تخضع لقواعد عقلية. أنا واحد مثلا جاي من أقصى الأرض وشاد الرحال إلى بيت الله الحرام ومقدم تعب ومشقة وأموال، وقد يتعرض إلى خطورة أيام زمان اللي كانت بها عصابات سطو وغيره، ويقف ببيت الله الحرام بعرفة يوم عرفة. وواحد يطلع أفرض من طويريج بعد 20-23 كيلو عن كربلاء وسابح ومرتاح ومتريق ببيته، والله ينظر إليه بعين الرحمة قبل الحجيج ببيت الله الحرام. شو أريد أخضعها لقواعدها العقلية؟ ما إجت بيدي. أنا ما عندي مصلحة أنا أصحح، لأن الحسين أكبر من أن يحتاج أن نصحح للأخطاء، والحسين قمة. إذا هذه ما موجودة الرواية فأكو غيرها أكثر. كل حاولت أن أصل إلى نتيجة، شديت الرحال بعمل متواصل 40 ثلاثاء أصلي في مسجد السهلة. وهذا معروف عندكم أن مسجد السهلة من المساجد العريقة والمساجد اللي لها كرامة وفضيلة، وعلى البيت صلوات الله وسلامه عليه بيأكدون بإدامته. أكو مأثور عند الإمامية أن اللي يصلي 40 ثلاثاء بنية وعنده فرد نية معينة تصير عنده مكاشفة إذا كان فرد إنسان عنده نية نظيفة وعنده عمل صالح. يقول توجهت 40 ثلاثاء أزور إلى أن وصلت إلى يوم 40 الليلة أن أختم النصاب، يعني ينتهي عندي الورد، والمفروض أني أشوف ألقى الإمام عجل الله فرجه الشريف. أرد أسأل عن هذه الرواية مفاتها أتبناها أم لا؟ رواية بسند صحيح. كل ليلة هذا اليوم اللي صادف آخر أيام الورد صادف ليلة النصف من شعبان، صرت بين أمرين، أروح إلى زيارة الشعبانية يوم ينادي المنادي أين الشعبانيون، قلت لا بالله ما ريتها، خلي الزيارة الشعبانية إلى العام القادم، أو أروح إلى مسجد السهلة. يقول صليت في مسجد السهلة عصرا، خلصت نوافل، صليت بالمقامات، ما شفت شيء. مشيت إلى مسجد الكوفة، صليت المغرب والعشاء بمسجد الكوفة، أما كل شيء. فطلعت بايب بغليون وصرت قاعد، يعني أنا خسرت الاثنين، يعني لا زرت الشعبانية ولا حصلت نتيجة على هالرواية. كل بهالأثناء جلس يمي رجل وقور قال لي سيد مهدي أحب أحدثك بحديث ممكن تصغي لي؟ قلت له تفضل حدث. بس يقول أنا حقيقة ما كنت يمه، عندي مشاكل كثيرة، وهذا شعرت أنه يريد يستهلك وقتي وأنا مو يمه أصلا، قلبي ما مستعد للسماع، بس اعطيته فرد جزء من سمعي. فبدأ يحدث قال لي سيد مهدي أكو ملك من الملوك، أحاول أطوي لك القصة بسرعة. ملك من الملوك طلع للصيد ذات يوم، فرأى ظبية أطلق لفرسه العنان خلفها. المهم أصحر اشتد به العطش، وإذا به ترفع له خيمة بالصحراء، خيمة ممزقة آوى إليها يحتاج ماء. فنزل على امرأة كبيرة، قال شنو أنتي؟ قالت لا أنا وابني لا نملك إلا هذه الشاة، أكو شاة مربوطة بباب الخيمة،
وابني يطلع للصيد، إذا حصل شيء إحنا ماكلين، ما حصل شيء إحنا نعمد إلى شاة نحلبها نتقوت بحليبها. يقول بالأثناء إجا ابنها، يقول هذا الحديث لما كان يكلمني كأنما كان يشعر أنه أنا مو يمه، بين لحظة وأخرى يخلي إيده على كتفي يقول لي أتسمع يا سيد مهدي. وصل الحال يقول له دخل هذا الولد شاف هذا علي سماء الملوك، مو ما تقدم له فد أكلة بسيطة وما يملكون شيء، عمد إلى الشاة ذبحها. لما ذبح الشاة وأكل الملك واستوفى وصار يمشي، قال له بابا أنت أخاف تحتاج فرد شيء، ما أدري أنت ترى هذا الكرت شلون نسميه اليوم، أنا عنواني الفلاني، أنا الملك الفلاني، إذا حزبك أمر معين أنا موجود أرد لك هذا الجميل. ورا يومين ثلاث أكيد اختلف وضعه، التحق بهذا الملك، دخل عليه دخول استثنائي. فالتفت الملك لجلسائه قالوا ماذا الذي حدثتكم عنه؟ هذا اللي قلت لكم شنو قدم لي من خدمة، ما تقولون ماذا أعطيه؟ اختلف الناس كل واحد برأيه، واحد قال أعطيه من المال حتى يرضى، واحد قال أعطيه 100 من الإبل، واحد قال أعطيه منصب وزاري. قال تحصل لآرائكم، العبرة مو بالشاة اللي ذبحها، وإنما العبرة أعطاني كل ما يملك، فلا يمكن أن يكون أكرم مني إلا أن أعطيه كل ما أملك، إلا يكون ملك وأنا أدخل برعيته. قلت فتت علي قال لي سيد مهدي عرفت شنو الموضوع؟ قلت له ماذا تريد أن تقول؟ شنو اللي توصله؟ وإذا به يقول لم تستكثر على الحسين أن الله ينظر لزواره يوم عرفة قبل الحجيج ببيت الله الحرام، والحسين أعطى لله كل ما يملك، ما ادخر شيء منا، كل ما في جعب تقدمه لك العتبى يا رب، إذا كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. أنا قد اللي يسمعني يقتنع أو ما يقتنع هو متروك إليه، لكن أنا قناعتي المقاصرة المتواضعة قائمة على أن يوم القيامة سيأتي نداء يا حسين خذ من الشفاعة حتى ترضى. أكيد. ليش؟ لأنه المسألة مسألة عطاء، وشكر المنعم واجب عقلا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه قدم ما قدم كل من أجل الدين، من أجل الرسالة، من أجل إعلاء كلمة التوحيد، وهذا أكيدا يأخذ أثر بعين الله تبارك وتعالى.